السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح الخير والسعادة والجمال على عيونكم. النهاردة معانا اليوم كده من أول الفطار. النهاردة روتيني من أول بقى كده ما هفطر، متعودة طبعا إن أنا أخد معلقة عسل نحل، وكده بحب الليمون جدا. حتى لو أنا جاية من بره ومستعجلة مش باخد عسل نحل، لازم أدور على ليمونة عشان أقرصها كده وأكلها، لأني أنا متعودة طول عمري حتى وأنا طفلة بموت كده في الليمون، إن أنا أحب أكله على طول. وطبعا لازم اليومين دولت نكتر من الفيتامينات. طبعا كويس قوي عشان المناعة، وبالذات فيتامين سي. طبعا عندنا طبعا الجوافة وبرتقان طبعا موسمه يعني، واليوسفنجي كل حاجة حلوة أوي مغذية فيها فيتامينات، لازم طبعا نتعود عليها قوي، ولازم حتى لو مش عندنا قابلية ليها لازم نأخد نفسنا عليها. أنا كده عملت كوبايتين شاي لبن في السليم كده عشان يعني فرفشني كده وينعنشني يديني طاقة كده. طبعا ولادي في المدرسة، فعملت البنت معايا واحدة كوباية برضو شاي بلبن، وعملت فطار سريع كده. طبعا هي تاخد، عملت لها هي بضع يوم كده، وانا جبنة وهنا قدامنا زي ما احنا شايفين. وهو كده ده الفطار بتاعنا الحقيقة. طبعا معلقة العسل دي شيء أساسي، يعني لازم تعودي نفسك عليها، لأنها برضو طبعا بتساعد أكتر في المناعة. وطبعا مش المناعة بس إن احنا هنتكلم عن الأطفال، لأ، المناعة بتبقى برضو مع تقدم السن برضو معاكي، وطبعا الخلفة والولادة والعوامل الأساسية دي اللي بتساعد في نقص الفيتامين من جسمنا، بالذات فيتامين د. لازم نعود نفسنا برضو على دخول الشمس عندنا في البيت وكده، يعني ما ننساش نفسنا في زحمة الحياة. أنا كده دخلت بقى بفتح الشباك أهو زي ما احنا شايفين، الشمس هي طالعة بس مش ساطعة قوي يعني. بحب اعمل الستارة كده على ضوء الشمس كده، بيعمل لي خيالات كده على الحيطة حلوة قوي الستارة الحمراء دي. هنقعد بقى نفطر دلوقتي، وكده انا صحتها من النوم، وكوبايتين الشاي بلبن يعني كانوا الصراحة طعمهم جميل جدا. لما الواحد بيقعد كده ويحاول ان هو كده يفكر في حاجة حلوة، حاجة جميلة تسعده، ممكن ذكرى جميلة، ممكن تفوقي بها برضو نفسك مع كوباية الشاي بلبن أو القهوة أو النسكافيه. حاولي تغيري مودك وتطلعي نفسك من أي شيء يضايقك. وطبعا زي ما احنا شايفين او كده يعني متعودين ان جو الشتاء بيبقى دايما مساعد على الاكتئاب. انا كده دلوقتي بقى عجنه بقى معاكم من اول النهار بقى عيش جميل كده، لان انا مش هشتري عيش من بره، لان انا زهقت وقرفت قوي من العيش اللي بره الصراحه يعني. فقلت لا، انا وحشني قوي العيش البيتي. وشايفين بقى العجينه بعد ما اختمرت، طبعا انتوا كنتوا شايفينها دلوقتي، وقطعتها بقى دلوقتي كده الى 9 ارغفه. زي ما احنا شايفين هو ده كيلو دقيق، وعجنته بالميه الدافيه، وطبعا والسكر والخميره طبعا بيكنج باودر ما فيش على العيش، هو بس لبن باودر. كده انا بفرد اهوت العيش، وهسيبه برضو بعد ما افرده ان هو يرتاح كل رغيف. انا بقى كده اهوت حطيته بقى في الطاسه سريع سريع. وطبعا بالراحه موطيه عليه النار يعني. طبعا العيش اللي بره مش بيبقى طبعا فيه الجمال ولا طعم حلاوة العيش اللي انت عاملاه بايدك، صدقيني والله العظيم. يعني انتوا كلكم اكيد مجربين. نزلت بقى السوق النهارده، وكنت بقى جايبه معاكم بقى الغدا النهارده. انا ما طلعتش حاجه من عندي من الفريزر ولا عملتها، لا ده انا نزلت وجبت على الفلوس. جبت الاكل على قد الفلوس اللي معايا. هنشوف دلوقتي احنا هنعمل ايه في الغدا. موطيه خالص النار على العيش، وبيديني اللون الجميل دوت. وطبعا كده بيبقى كده منفوخ من الجوانب كده، بحاول ان انا بخلي التكه كده بالمعلقه من فوق، اللي هي طبعا عشان الخشب الهواء يدخل في الجوانب، ويساعد ان هو يبقى كده مورق وحلو يعني لما هنيجي ناكله. وطبعا العجينه بتبقى صعبه قوي في التخمير، بالذات في البرد. والعيش على ما بتيجي تعمليه بياخد وقت قوي، لان الجو برد جدا على ان هو ما يخمر كده. لكن الصراحة في الصيف تلاقي الرغيف يعني بسم الله ما شاء الله كده منفوخ قد كده في الطاسة لو عملتيه كده بالطريقة دي.
حاولي ان انت تمشي حالك وتمشي نفسك على قد الفلوس مثلا اللي معاكي او ميزانية بيتك. صدقيني هترتاحي. وبرضو ده بيساعد ان انت هتنوعي وتفكري ان انت هتعملي اكل ايه. طبعا مش شرط كل يوم فراخ لحمة حمام، لا لازم نغير. انا النهارده بقى رحت بقى جبت ايه، سمك النهارده على قد الفلوس اللي كانوا معايا. طبعا 120 جنيه. جبت بقى السمك الحلو اللي هو السردين البلدي دوت. انا بحب ان انا اعمله صينيه. بسم الله ما شاء الله، يعني لقيت السردين كبير قوي فعجبني جدا. وقلت لا ده السردينه يعني الواحده كبيره حلوه قوي، يعني ممكن الواحد ياخد واحده او اتنين يعني ويشبع. مع العيش الحلو بقى اللي انا عاملاه ده كمان هتبقى اكله جميله جدا. حاولي بقى برضو ان انت تغيري، تجيبي برضو يعني لو جبتي نوع سمك تجيبي برضو جنبيه نوع تاني. انا مش جايبه بولتي، انا جبت بقى السمك الحلو دوت المكرونه. طبعا انا كده تبلتهم كلهم طبعا بالفلفل وخلطه السمك اللي احنا متعودين عليها، التوم بالفلفل بالليمون. لازم أن اخلي السمك كده يشرب من التتبيله وقت طويل يعني، عشان تبقى طعمه حلو جدا لما تيجي بقى ايه انت تقليه. وطبعا لازم نكتر في الليمون، ما ننساش الليمون طبعا. انا ما فضلتش ان انا احط خل خالص حتى في التنظيف. وادي بقى صينيه السردين طبعا. الحاجات الجميله ديت بقى، كل الحاجات الحلوه دي بقى اللي هي الطماطم بقى على الوش والكزبره الخضراء وبصل كده مقطعاه. وادي العيش الجميل اهوت بعد ما خلاص بقى خلصته كمان. وادي الاكله الحلوه بتاعتنا النهارده اللي انا عملتها على قد ميزانيه ايد النهارده. وما طلعتش اكل من التلاجة النهارده ولا دورت ان انا اعمل ايه. لا ده انا غيرت وفكرت. ومش شرط ان انا كل يوم ان انا اكل يعني فراخ ولحوم وكده. لازم برضو نغير. ودي النهارده بقى عملت اكلة سمك حلوة قوي. شايفين صينية السردين طالعة روعة روعة، يعني مش هقول لكم كان طعمها قد ايه جميل. وسمك المكرونة ده جميل جدا. وادي سلطة وادي رز كمان. يا رب كده اللي شاهد قناة يشترك فيها ودايما بقى تم صحة واحسن حال. وما تنسوش بقى دايما اللايك. والى اللقاء في فيديو جديد.